السلام عليكم. الله يسعد لي أوقاتكم. اليوم رح نعمل مربى كتير طيب اللي هو مربى التين. بدي لوصفتنا كيلو تين يكون طري شوي و3/4 الكيلو سكر. بداية رح أتخلص من الجزء اللي بيكون بأعلى حبة التين وقسم حبة التين لقسمين. هلأ لحطها بالزبدية بدي طبقة كاملة. عملت طبقة كاملة وهلأ حرج طبقة سكر فوق منها. رح ارجع اشتغل طبقة تانية من التين وكمان حط لها طبقة تانية سكر، وحكمل التين اللي بقي عندي طبقة ثالثة وكمان حط لها السكر اللي بقي عندي. هلا لحط ستريتش، غطيهم بستريتش وعلى البراد يا يوم كامل او ليلة كاملة. تاني يوم طلعتهم من البراد ورح اسكبهم بالطنجرة. وهلا حرفعهم على الغاز. هلا انا عم حرك بالمعلقة السيليكون لحاول شوي دوب السكر. هلا بعد ما داب السكر صار عندي على حواف الطنجرة حبات سكر قاسية. أنا بحب أتخلص منها طريقة سهلة وبشكل كامل، إني أجيب طنجرة نظيفة وأسكب فيه المربى اللي عم بشتغل فيه بالطنجرة. أنا بلاقي هيك الطريقة أسهل لي، خاصة إنه حبات السكر صارت قاسية على حواف الطنجرة. هلأ استنيته لغلا، وبس غلا بنوص الغاز، بخفض من حرارة الغاز وبدي حط ربع أو أقل معلقة ملح الليمون. هلأ لحركن شوي واتركن على الغاز. تقريبا بعد 2 ساعة صاروا بهذا القوام وطالعوا عندي رغوة. أنا هالرغوة بدي أتخلص منها. طبعا لسه عندي السائل اللي تكون اللي هو القطر رقيق لسه، يعني ما وصل للسماكة المطلوبة. هلأ كمان خليتهم على الغاز تقريبا شي 1.5 ساعة وهيك كان جاهز وحان وقت السكب. ولما طبعا استنيته لبرد منيح منيح وبعد منها سكبته، وهيك كانت النتيجة.